تعملي ايه يا ماما؟ يا اختي المنحوس منحوس، اللمبه اتحرقت فهغيرها، بس خايفه اتفرقع في وشي. ماما انت خلعتي اللمبه كلها. يا بنتي انا اساسا بحب الكهرباء والفرقعه. عارفه اصلا هتنفع ولا لا؟ ايه ده؟ واو. مش عارفه هتقع بقى في الاكل ولا ايه. انت هخلص ثواني بس يطلع. انا عندي احساس اصلا ان هي هتقع تاني. اقعد في النور احسن اكبر. يعني كده 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 مش عارفه لما اخلص تصوير بقى وتقع تتكسر ابوك هيجي يشخرمنا. اثبتي اثبتي اثبتي. ايدي كده بقى. واو يلا ابتدي. يلا. اوديها واجي. اكله ظاهره قدام حضراتكم، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه. تعالوا مع بعض نشوف الكشري اللي من غير اي مواد دهنيه خالص. يلا بينا. الجزمه كانت عماله تصورني وانا بركب اللمبه، شفتوا منحوس منحوس لو علقوا على راسه فانوس. حبكت اللمبه تتحرق وانا بصور. ما علينا، النهارده هنعمل اكله في الجون، كشري نفسي هفتني عليه. قمت عملت شويه كشري، عايزه اقول لكم عظمه، مش عارفه يعني بجد. الناس اللي بتشتري كشري بتشتريه من الشارع ازاي؟ لا تستطعمي بطعم. يعني مفيش احلى من كشري البيت بصراحه. معانا زيت على البوتاجاز، ومعانا بصل، قطعي التقطيع اللي تحبيها، كبير صغير رفيع تخين، بصي التقطيع اللي تحبيها. دي اول حاجه في الكشري، يعني اول حاجه بتعمليها هو البصل، علشان ناخد الزيت اللي في ريحته بصل وحلو وتقليه نشتغل بيه. طبعا أنا هحمر البصلايه. وهنا العدس اللي انا وريته لكم ده انا نقعته مثلا بتاع 10 دقايق كده، عدس بجبه، عدس لونه بني. الكميات بقى دي في ايدك انت. انا نقعته 10 دقايق وبعد كده هبتدي اعلق عليه، يعني ايدي عليه البوتاجاز واسويه. طبعا خدت معلقتين زيت من بتاع البصله اللي احنا بنقليها، حطيتهم في حله وحطيت عليهم مثلا بتاع 4 فصوص من الثوم يكونوا مهروسين، ويفضل يعني يكون فريش. هبتدي احمرهم كويس علشان هنعمل صلصه الكشري بتاعتنا الجميله. عايزه اقول لكم شويه كشري تحفه، اتنسف حرفيا. نزلنا بعصير الطماطم زي ما قلنا، الكميه دي في ايدك انتي بتاعتك. هننزل بالعصير الطماطم، هنسيبها لحد ما تتسبك تماما، يعني ايه، مش تتقل قوي ومش خفيفه قوي، يعني مثلا 10 دقايق كده ونشيلها. نيجي بقى للبصل بتاعنا، خلاص اتحمر اخد لون حلو اهوت. هنبتدي نطلعه على مناديل او كراسه ولادنا، تكون مثلا فيها كام ورقه بيضه لسه. كلنا طبعا كراسات ولادنا بتاعت السنه اللي فاتت بتبقى موجوده، انا تقطعي الكراسات الورق الابيض وتشيليه، تعملي زي كده. عندك مناديل اوكي. طبعا ده الزيت اللي حمرنا فيه البصل، صفيته تماما من البصل، يعني شلت البصل كله ببتدي اصفيه. بصوا قد ايه الكميه، هشتغل بيه في بقيه الوصفه، مش هحتاجه كله، انا هحتاج ربع الفنجان تقريبا. معانا اي مكرونه تحبيها، وطبعا زي ما احنا قلنا الكميات في ايدك. اي نوع مكرونه، كان عندي الثلاث انواع دول، عندك اكتر حطي حبات 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 كده علشان الدنيا ما تبهوأش معاكي ونرمي الاكل حرام. الحاجه بقت غليانه، انا باخد من كل مثلا نوع مكرونه يعني مثلا بما يعادل ربع كيلو او اقل كمان. معانا ميه على البوتاجاز تغلي، هننزل فيها بمعلقه ملح، وبعدين ننزل بالمكرونه بتاعتنا ونسيبها تتسلق 3/4 سوا. لما تيجي تسلقي المكرونه 3/4 سوا، علشان السخونيه بعد كده بتاعت المكرونه هتكمل سواها فاوريدي تعجن معاكي. لكن لو سلقتيها 3/4 سوا مش هتعجن معاكي، وتبقى مفرفره في الكشري كده، والكشري بتاعك يبقى حلو جدا، ولا ياكلوا من ايدك مره. بصي صدقيني مش هيعجبوا اي كشري حد تاني، اي حد تاني، بمعنى الكشري بتاع الشارع. يعني حرام وغالي جدا، علبه قد كده ب 30 40 جنيه. طب وليه؟ ده انا ب8 علبتين هعمل كشري يكفي عيله. طبعا الطماطم بتاعتنا خلاص اتسبكت، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هحط ظبط ملحي واحط معلقه سكر صغيره بمعلقه الشاي، عشان لما بنسبك عشان الحموضه بتاعه الطماطم. كده خلاص طفينا عليها وظبطنا ملحنا وكل حاجه. معايا هنا طماطمايه متقشره ومتقطعه مكعبات صغنن جدا جدا. هحط عليها معلقتين صلصه من اللي احنا سبكناهم للكشري، واحط عليهم سنه ملح، وهحط عليهم مثلا بتاع معلقه كبيره كده، بمعلقه الاكل الكبيره شطه، هنعمل شطه في بيتنا. ومعلقتين حلوين زيت من الزيت بتاع تقليه الكشري.
بصوا اهو، عشان كده بقول نعمل التقليه في الاول عشان نشتغل بالزيت بتاعها، وهسيبهم على البوتاجاز لحد ما يتسبكوا. حطي بس سنه ملح صغنونه كده وسيبيهم على البوتاجاز لحد ما يتسبكوا خالص. احلى شطه هتعمليها، تحفه حرفيا. خلي بالك من نوع الشطه اللي بتستخدميه، لان في شطه كتير بيبقى فيها رمله، فيعني يستحسن تجيبي شطه يكون كويسه، بالذات لو انت هتعملي كشري يعني. هنقلب الكلام ده كله كويس ونسيبه على البوتاجاز لحد لما تتسبك. هنقف بقى؟ لا، هنروح نعمل احلى شويه دقه. معانا 3 4 ليمونات كده حلوين كبار، هنعصرهم كويس. هنحط بقى مثلا معلقتين 3 4 صلصه من اللي احنا مسبكينها في الاول. عايزه اقول لك جربي الدقه بالطريقه دي تحفه. انت يمكن مش هتحتاجي الصلصه وهتشتغلي بالدقه، هتاكلي بيها حلو جدا والريحه خطيره. هنحط طبعا معلقه كمون حلوه كده، طبعا حسب الكميه. هنحط 3 4 فصوص توم يكونوا مهروسين، وهنحط بما يعادل مثلا 3 معالق كبار من الخل اهو. ظبطي بقى ملحك وحطي بقى الميه اللي انت عايزاها، ده برضو اختياري في ايدك. ولو حابه تحطي سنه شطه صغنونه حطي. قلبي الكلام ده كله كويس قوي على البوتاجاز، ياخد غلوتين 3 كده وتطفي عليه، وبقى معاكي احلى دقه كشري بجد خطيره. ينفع تتعشوا، ينفع تتغدوا، ينفع لو فاض، ينفع نسخنه للفطار، مش هيقول لا. انا شخصيا بعمل كده، بسخنه لاولادي الصبح يفطروا بيه. مش احسن ما اروح اقف على مطعم اصرف لي 50 60 جنيه فطار؟ ليه؟ انا ال 50 60 جنيه اكمل بيهم واعمل عشاء. هنا كانت خلاص الشطه بتاعتي خلاص اتسبكت تماما اهي. معانا احلى شويه شطه للكشري تحفه، وتكه الطماطمايه دي بتديها طعم، يعني بتطعم لك الكشري معاكي. معانا برضو معلقتين زيت حلوين كده كبار من الزيت اللي احنا كنا قاليين فيه البصل، محمرين فيه البصل. بصوا انا بوريكم انا استخدمت شويه زيت قد ايه في الاكله كلها، يعني ما كملتش ربع الفنجان. هننزل بشويه شعريه محترمين، يعني بما يعادل ربع كيلو من الشعريه، لان انا هعمل ربع كيلو رز. انا عملت كوبايه واحده رز، يعني مش بحب اكتر قوي عشان زي ما بقول لكم الاكل ما يترميش، يعني طبعا كل واحد عارف استعماله قد ايه. هنحمر الشعريه، ما تروحيش في اي حته ايدك فيها على طول عشان كلها تاخد لون واحد، لون ذهبي كده حلو. وبعد كده نكون غاسلين كميه الرز بقى طبعا اللي انت عايزاها، وتصفيه كويس من الميه وتنزلي بيه على الشعريه. في الوقت ده انا كنت بغلي ميه عشان احط ميه مغليه للرز عشان يطلع مفرفر. هنزل مع نص معلقه من الملح. الملح طبعا حسب الرغبه، تحبيه مظبوط، تحبيه عالي، تحبيه وسط. ابتدي شوحي الكلام ده كله كويس الاول، شوحي لحد لما تحسي ان خلاص ما بقاش فيه ميه خالص في ارضيه الحله. وطي النار بتاعتك خالص بتاعه البوتاجاز وانزلي بالميه المغليه ودي تقليبه. والرز بيبقى عقله الصباع بس كده طيراها، انا خلاص عرفتها اوريدي كده على يعني بالويم كده فعارفاها. او تحطي المعلقه تلاقي المعلقه الطرطوفه اللي بتخش في بقك دي كلها متغطيه بالميه. ظبطنا ملحنا وكل حاجه، هنوطي على الرز بتاعنا. بعد ما يتشرب خالص بنبتدي هنغطي على الرز، وبعد ما يتشرب تماما هنوطي البوتاجاز شمعه عشان طبعا ما يتلسعش من الارضيه ويستوي ويطلع معاكي مفرفر وحلو مفلفل، مواد مفرفر. طبعا في تكه حب، لو الرز احتاج ميه تحطي ميه سخنه، بتنزلي بالميه والايد التانية تكبسي بيها على طول الحله. التكه دي حلوه جدا، البخار اللي بيخرج بيساعد على ان الرز يطلع مفلفل معاكي وحلو كده. اوريدي خلصنا كل الكشري بتاعنا، ما كملناش حرفيا ساعه في المطبخ. بصوا المكرونه عشان احنا مطلعينها 3/4 سوا، طالعه مش معجنه. هنبتدي بقى نظبط الكشري بتاعنا. هنحط مكرونه، طبعا في ناس بتحب المكرونه اكتر، في ناس تحب الرز اكتر. ظبطي طبعا على حسب ما انتم في البيت بتحبوا. انا حطيت في الارضيه المكرونه، بعد كده هرجع اظبط الرز. بصوا الرز طالع مفلفل كده وجميل، ريحته يتاكل حاف فعلا. يعني انا بجد فعلا يعني مش عارفه الناس اللي بتشتري كشري من الشارع بتشتريه ازاي، لا صعب. الا بقى لو في الحالات القصوى قوي انا مضطره اشتري، يعني ممكن اكون مثلا في الشارع بشتري لبس، بشتري حاجه في دخلة عيد ولا حاجه، فمضطره اتغدى بره لان الوقت ما اسعفنيش ان انا اعمل. ولو ان انا عايزه اقول لكم انا ساعات بعمل سندوتشات اخدها معايا الشارع وانا خارجه. هنا طبعا كانت الصلصه بتاعتنا خلاص، هناخد بقى نظبط الطبق بتاعنا كده زي ما احنا شايفين. طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فطبعا احنا عايزين نشوق اللي قاعدين على السفره او على الطبليه او على الارض ايا كان بناكل عليها، ان هم نفسهم تتفتح على الاكل وياكلوا. ما يقولكيش لا لا احنا عايزين كشري من الشارع. كشري الشارع ايه؟ احنا هنعمل كشري في بيتنا احلى من الشارع 100 مره. ليه يعني الشارع؟ هو طبعا رزق طبعا، وربنا مكاتب لكل واحد رزقه، بس انا بقول لكم في الحالات القصوى باكل من الشارع.
لكن لو انا ظروفي سامحه ان انا اعمل اكل في البيت هعمله، ايه المشكله؟ وبالاخص لو شويه كشري يعني مش مستاهلين. انما لو واحد شغال بره في الشارع وعايز يتغدى، هيروح البيت يتغدى ازاي؟ فمضطر طبعا يشتري كشري. واحده بتشتغل طبعا ومروحه تعبانه من الشغل ومش قادره تعمل، برضه هتضطر تشتري. فطبعا كل واحد ربنا يعينه على حاله، وطبعا دي ارزاق وربنا بيبقى موزعها. بس انا يعني ببقى حابه ان احنا كتير الايام دي بنشتكي من الغلاء وان الحاجه غاليه، فعلى قد ما نقدر نعمل حاجتنا في بيتنا. نوفر رقم واحد، لا رقم 2 نوفر. رقم 1 ان احنا هنعمل اكل نظيف. احنا عارفين الدنيا بقت مليانه امراض وفيروسات، وربنا اللي يعني يعدي الايام اللي جايه دي على خير. فبنحاول على قد ما نقدر نعمل اكلنا في بيتنا شكله تحفه جميل رائع ممتاز. كترتي البصل، قللتي العدس، مش عارفه ايه، كل الحاجات دي. بصوا منظر الطبق رائع. وادي الصلصه بعد ما حضراتكم شفتم الكشري التحفه، عملنا الدقه والصلصه والشطه. تكه الشطه دي حلوه جدا. حمرنا البصل ولا حطينا ملح ولا حطينا دقيق ولا حطينا اي حاجه خالص. والشطه بقى يعني عايزه اقول لكم سبايسي من العيار التقيل. بصوا بقى الكشري وجماله. عايزه اقول لكم الريحه خطيره. انا هاخد حبه في الطبق احسن عشان انا بحب الصلصه اكسترا. بصوا الجمال. بصوا الرز مفرفر. المكرونه لازم نطلعها 3/4 سوا. التكات كلها اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو دي مهمه جدا. اكسترا بقى شطه. بصوا الجمال. بصوا الحلاوه. حبه كشري والله احسن من 100 لحمه وفراخ. الناس عشاق الشطه جربوا الشطه بالطريقه دي تعجبكم جدا. شويه كشري يستاهل بقكم. يلا بسرعه قومي اعملي الكشري لاولادك. ينفع عشاء، ينفع طبعا لو فاض رز وطه. عايزه اقول لكم من كام يوم لو فاض مني من الشارع في الشارع قالت لي مامي انا عايزه افطر كشري. قلت خلاص هجيب لك معايا علبه كشري. انا جايه جوجو. عديت على الراجل جبت علبه كشري ب 25 جنيه، يمكن معلقتين كشري. كان طعمه ايه يا مايف؟ كان وحش قوي وحياه فعلا يا جماعه، كان وحش جدا. عايزه اقول لكم فعلا جونيور قالت لي يا مامي ما تجيبيش تاني من الشارع كشري، طعمه سيء للغايه ويا دوبك معلقتين في الطبق وب 25 جنيه. طب ليه؟ احنا عملنا وليمه كشري ومن كل حاجه، من كل شويه مكرونه اخدت ربع كيلو مكملتش يعني حبات كده، وما كلفناش حاجه خالص. وينفع طبعا ولادنا يفطروا بيه الصبح. خليكي ست اقتصاديه وموفره. طبعا عارفين الست المصريه اجدع ست. بصوا يعني على مستوى المصريين، مش عايزه اقول العالم علشان طبعا عندي متابعين من هنا ومن هنا. بص كل الستات اعظم ناس في الدنيا. طبعا بس بقول الست المصريه ليه؟ الست المصريه بتعاني كتير طبعا بحكم انا شكلي عك سفايه في الدنيا بقى. سيبكم من الحته دي، سيبكم منها. اعملي كشري حلو ينفع لاولادك يفطروا بيه الصبح. اذا الفيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني على الفيديو بتاعتي على الفيسبوك بيت العيله واكلات نرمين، والانستا باسم الشيف نرمين، والتيك توك وكواي باسم بيت العيله واكلات نرمين. وما تنسوش طبعا تكتبوا لي ارائكم في التعليقات. واهم حاجه اعملوا شير كتير، خلوا اصحابكم معرفكم تشوفوا القناه عشان القناه مش هتكبر غير بحضراتكم بعد ربنا. نشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.